هل ينفع نفضل اصدقاء بعد الانفصال ولا لا؟ قبل ما نروح نجاوب على السؤال ده، اكتشفت ان 80% من اللي بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي مش عاملين اشتراك في القناه ولا في الصفحه بتاعتي. غالبا انت بتنسى تعمل اشتراك الاول وبعد كده بيقولوا نفضل اصحاب بعد الانفصال. بس السؤال الحقيقي، اصحاب لمين؟ هنفضل اصحاب لمين؟ للي كنا بنحبه ولا النسخه منه خلاص ماتت جوه العلاقه؟ اوقات بنقول نفضل اصحاب عشان نخفف الوجع، بس في الحقيقه احنا بنحاول نهرب منه اصلا. بص، فكره انك تفضل صاحب لحد كنت بتحبه قبل كده احيانا بتبان نضج، انك انت ناضج، بس ساعات بتبقى تعلق متنكر في شكل صداقه. انت مش بتفضل صاحبه عشان العلاقه نضجت او ان انتوا الاثنين نضجتوا، انت بتفضل موجود عشان لسه مش قادر تسيبه. مش متقبل فكره ان هو سابك او ان انت تسيبه او ان العلاقه تنتهي. لسه جواك امل صغير ان الكلام بينكم يرجع زي زمان مثلا، وكل مره تدخل هاي عامل ايه اخبارك الحمد لله يا رب دايما، كل ده هتلاقيه بيفكرك بحاجه كنت بتحاول تنساها. العلاقات مش دايما ينفع تتحول لصداقه، العلاقات العاطفيه مش دايما ينفع تتحول لصداقه، مش عشان في عداوه والكلام ده، لكن عشان كان في مشاعر مش محسومه. اللي كان بيحب صعب يعرف يقلب الصفحه تاني ويقعد يتكلم عن حياته الجديده كانه شيء عادي وما حصلش حاجه. مع مين؟ مع الشخص اللي كان بيحبه قبل كده. لو لسه جواك وجع او شوق او اشتياق او مشاعر مش مفهومه، فالصداقه هنا يا صاحبي مش نضج، دي وجع مؤجل هيجي يوم وهتلاقي نفسك بتتوجع. لان لو افترضنا ان في صداقه بعد الانفصال هيكون ليها شرط مهم جدا، هي ان الاثنين يكونوا تعافوا، مش بس بيمثلوا ان هم كل واحد تمام ومش فارق معاه حاجه. الكلام ده مش بيجربوا ان هم يفضلوا قريبين شويه والكلام ده برضه. لكن لما فعلا كل واحد يوصل للسلام النفسي جواه ويعرف ان هو تعافى تماما، هتلاقي اصلا وقتها انت مش محتاج تبقى صداقه. يعني انت لو تعافيت فعلا هتلاقي انت مش هينفع تبقى صديق، هتبقى شايف العلاقه اللي فاتت دي على انها درس خلاك تنضج، مش باب لسه مفتوح. وبعدين اصلا حرام. في النهايه حابب اقول لك ان مش كل حاجه لازم تكمل بشكل تاني، في حاجات بتخلص خلاص، اسمح انها تكون النهايه، اسمح لها انها تكون النهايه، بس النهايه هنا بتسيب جواك اثر محترم. فلو انت فعلا كنت بتحبه بجد، سيبه بسلام وقول له سلام. مش لازم تكونوا اعداء، بس كمان مش لازم تبقوا اصحاب.